السلام عليكم أصدقائي النحالة، مرحبا بكم، حياكم الله أينما كنتم. إذن في هذا الفيديو راح أوضح بعض النقاط المتعلقة بالدورة التكوينية المقامة بولاية وهران في تربية الملكات. قبل هذا أعتذر أني ما كنتش نرد على الرسائل وعلى الهاتف، كنت يعني مستمرض شوية، كنت مريض، فكانت تسني رسائل كثيرة وكان الهاتف مغلق. إذن فقط أردت أن أوضح أن الدورة التكوينية إن شاء الله ستكون يوم السبت 22 ديسمبر بولاية وهران بمسرقين على مستوى الغرفة الفلاحية لولاية وهران. راح تكون البداية إن شاء الله على الساعة 9 صباحا. المؤطر فيها سيكون الأستاذ سيد أحمد من ولاية معسكر مناحل بني شكران. راح يكون يوم كله تطبيقي مباشرة، نبدأ مباشرة في التطبيقي، ما كاش نظري. الناس اللي بعاد يمكنهم أنهم يجوا بيوم الجمعة ولا يوم الخميس يباتوا باش يكون الانطلاقة مبكرة. وأيضا ضروري جدا أننا نجيبوا اللباس تاعنا، لاتوني تاعنا. وهذه هي يعني مرحبا بالجميع، ويشرفنا زيارة إخواننا حالة من كل التراب الوطني. وإن شاء الله بحول الله راح تكون دورات تكوينية أخرى في مستقبل الأيام، دورات إن شاء الله راح تكون تكوينية في تربية الملكات. وإن شاء الله راح نحاولوا أننا كل مرة نديروا مبادرة بدورة تكوينية مجانية، هذا هو الهدف. إذن مرحبا بالجميع، الدعوة عامة على كل حال، ليس هنالك يعني تسجيل الأسماء أو أنك تسجل قبل ما تجي. الدعوة عامة لكل من أراد أن يشارك معنا. في الحقيقة كبداية الدورة لها إقبال كبير جدا، لاحظناه بالاتصالات والرسائل، وكلما بطبيعة الحال يكثر العدد يعني راح الأمر يصعب كثيرا. لهذا احنا لا ندري عدد الحضور. احيانا لما يحضر مثلا كما حصل في دورة الحروش بيسكي كذا اكثر من 70 متربص، يعني يكون الامر صعيب جدا باش خاصة في تربية الملكات، لان باش دير البيكينغ وتقول لهم كيفاش يديروا عملية التطعيم ويكون العدد بزاف وكاع، راح يكون الامر صعب. يعني الناس اللي تجي اذا كانت عدد الافراد كبير، يعني اللي تصبروا معنا وتستحملوا معنا، وهذه هي. وان شاء الله نحاولوا حنا ما نقصروش معكم. ونشكروا في هذا المقام الاخ سيد احمد مناحل بني شكران على هذه المبادرة والمساهمة الطيبة منه في تنظيم دورة تكوينية مجانية في تربية الملكات. وإن شاء الله تجدون ما يسركم. إلى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.